مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ام. بتباع قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. إحالة مدير عام الموانئ والمطارات على القضاء من اجل 3 قضايا فساد. خليكم معايا باش تفهموا شنو هو الحكايه. نظرت هيئه الدائره الجنائيه المختصه في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمه بالقطب الاقتصادي المالي في 3 قضايا فساد مالي اتهم فيها عبد الرحمن التليلي المدير العام الاسبق للموانئ والمطارات، وقد وجهت له تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، والإضرار بالإدارة، وذلك إثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ادعت فيها أن المدير العام السابق ارتكب خلال فترة إشرافه على ديوان الموانئ والمطارات وبالمنادات على المتهم عبد الرحمن التليلي كما قلنا مدير عام الموانئ والمطارات سابقا، تبين أنه لم يحضر الجلسة كما تبين للمحكمة أن نتيجة الاختبارات المجرات والمتعلقة بتحديد قيمة الأضرار التي حصلت للدولة جراء تلك التجاوزات لم تكن جاهزة، فقررت تأجيل القضايا الثلاث لانتظار نتيجة الاختبارات ولحضور المتهم في جلسة المحكمة المقبلة. وللتذكير فقد صدر ضد التليلي حكم بالسجن لمدة 8 سنوات في قضية فساد مالي خلال فترة ترأسه للموانئ والمطارات. وفي آخر الموضوع كالعادة معليا كان نشكر رئيس الجمهورية قيس سعيد ونشكر الشعب التونسي بتبيع خاطره فايق نوعا ما، خاطر انتخب رجل نزيه وثقة نوعا ما، ثقة نعم رئيس الجمهورية قيس سعيد، خاطر كما قاعدين نشوفوا الأغلبية الفساد الكل لو كان ما جاتش فترة قيس سعيد ما يتحاسبوش، وحاجة أكيدة ولا شك في ذلك. حاسيلو ما نطولش عليكم، الكلمة الأخرى عندكم توما لو كان تحبوا تعلقوا في مخص الموضوع ذا، وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.